دي الحاجات الموجودة الأثرية خالص. دي اللي بيقال إن الكنيسة القديمة اللي اتنقل بيها الكنيسة من قلين للبيهو. دي المركب، البكرة بتاعت المركب اللي نقلتهم بعد ما طلعوا لبلادهم تاني. وده جزء من الحجاب القديم بتاع الكنيسة. وده لقان برضه في الكنيسة الأثرية. احنا في كنيسة بسخرون القليني في البيهو. ودي الحاجات الأثرية اللي موجودة من أيام الكنيسة القديمة اللي اتنقلت بالعرايس والعرسان. والبير كمان كان معاهم. حركة تعمير كبيرة جدا بتتعمل هنا. كل المباني والخدمات دي ما كانتش موجودة. حاجة أعمال عظيمة اتعملت تحت إشراف طبعا أسقف الأبرشية الأنبا بفنوتيوس. هوريكم الكنيسة القديمة دي. غالبا دي هيعاد بنائها بالطراز القديم اللي كان موجود عليه. كل دي المباني دي جديدة كانتش موجودة. هنروح الكنيسة الأثرية دي اللي هي كانت موجودة بس. ده السور ده برضه ما كانش موجود. ده المدخل الجديد. هنخش الكنيسة. دي الكنيسة هتلاقوها معمولة بالطوب، وبيشيلوا الموان اللي كانت عليها عشان لما يجددوها أو يرجعوها للأصل بتاعها. طبعا كل ده حاجات تعتبر اتبنت من فترة، يعني حوالي 200 سنة تقريبا. ده المسبح، الهيكل. ودي الصور دي غالبا حاجات من الكنيسة الأثرية اللي هي الآباء الرسل. كبر لكم عليها شوية. وده جسد الشهيد بسخرون القليني. وفي عمودين هنا يعتبروا من أقدم الحاجات من أيام الكنيسة القديمة، باين عليهم القدم وإنهم قدام جدا. وده صورة الشهيد بسخرون القليني والجسد بتاعه. شفاعتك يا قديس. ومعلومة تاني إن في بير مية هنا. بيقال في التاريخ إن الكنيسة اتنقلت ب6 أو 7 عرسان وعرايس
بأهلهم من قلين للبيهو، وكان معاه بير واتنقل بالبير برضه. شكرا، وإلى اللقاء في حاجة جديدة. مجدي فايز، شكرا.